هقول لكم على 8 أسباب تخليكم تعملوا الصيام المتقطع في 2025. أول حاجة إن الصيام المتقطع بيساعد على التحكم في الوزن. يعني إيه؟ يعني إن إحنا ننزل في وزننا بشكل صحيح، يعني ننزل من الدهون مش من العضلات، يعني شكل جسمنا ومقاسات جسمنا تتغير ويفضل شكلنا برضو فريش، فبنلاقي نفسنا إن إحنا بنحرق دهون أكتر وكمان ممكن نحافظ على الكتلة العضلية. وتاني حاجة بقى إن الصيام المتقطع بيحسن من مقاومة الأنسولين وبيظبط مستويات السكر في الدم، وفي دراسات كتيرة أثبتت إن الصيام المتقطع بيساعد على الوقاية من السكر من النوع التاني. وتالت حاجة بقى الحفاظ على صحة القلب، لأن في كذا دراسة قالت إن الصيام المتقطع لما يتعمل بشكل صحيح وناكل وجبات صحية ده بيساعد على تظبيط مستويات الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية. رابع حاجة إن الصيام المتقطع بيدعم عملية اسمها الأوتوفاجي، والعملية دي إن الجسم بيصلح نفسه والخلايا بتصلح نفسها وبتتخلص من الأنسجة التالفة والخلايا التالفة. خامس حاجة بقى مرونة التطبيق يا جماعة، سهل جدا، مفيش أسهل من كده. أنت بتوقف أكل 16 ساعة، ال 16 ساعة بتشرب فيهم مية ونعناع وينسون وجنزبيل وقهوة وشاي وماتشا وكل حاجة من غير سكر ولا لبن. والوقت بتاع ال8 ساعات دول هو اللي انت هتاكل فيه وتركز قوي على وجباتك. وقت ال16 ساعة فيهم كمان ساعات النوم. سادس حاجة بقى ان هو اصلا هيحسن علاقتك بالاكل. انت عارف هتاكل امتى؟ ما انا وقفت اكل امبارح مثلا الساعة 1، فانا هحسب من 1 ل1 كده 12 ساعة، هبدأ ازود عليهم 4 ساعات، يبقى انا مش هاكل ولا حتى تفاحة خضراء قبل الساعة 5. طب في الوقت ده كله انا صحيت من الوقت، من اول ما صحيت هعمل ايه؟ هشرب بقى، هيساعدني ان انا هشرب حاجات كتير، هشرب نعناع وينسون وجنزبيل وميه كتير لحد ما يجي وقت الاكل، وفي الوقت ده هكون فكرت انا هاكل ايه بحكمه جدا. سابع حاجه بقى ان الصيام المتقطع نظام مش مكلف وممكن تعمله وانت في البيت لوحدك عن طريق ان انت تظبط وجباتك وتظبط مواعيد اكلك، مش اكتر من كده. تامن حاجه بقى ان الصيام المتقطع بيزود التركيز والطاقه وبيساعد على الشعور بالحيويه، وفي دراسات كتيره قوي اتعملت عليه وكانت نتيجتها يعني انه اغلب الناس اللي بتعمله وقت الصيام اللي هم مش بياكلوا فيه اتعودوا ان الوقت ده يكون مخهم نشيط اكتر، طاقتهم احسن بكتير. اخر حاجه بقى ممكن اقولها لكم عن الصيام المتقطع ان انتوا لو عملتوا ريسيرش عليه هتلاقوا انه فوائده اكتر من اضراره بكتير. اضراره قد تكون قليله مع الاستمرار الكتير قوي 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 عليه، وان احنا نعمل حاجه اكستريم، ودي بتكون لخبطه هرمونات لحد عنده استعداد لده، فطبعا لازم نستشير الطبيب. ومجرد ما وزننا اتظبط نغير المواعيد برضو بتاعه الاكل ونريح منه شويه ونرجع له تاني. بس هو اوفرول الصيام المتقطع سبحان الله، يعني احنا بنصوم طول شهر رمضان، بنطلع من رمضان احسن طول ما احنا بعدين عن الاختراعات والحلويات اللي هي بتتعمل. فالصيام اصلا مفيد جدا للجسم. فتخيلوا الصيام المتقطع لما يكون عادة واحنا داخلين على ايام مفترجة، فلما نبدأ بقى من دلوقتي حتى هيسهل علينا الصيام بتاع رمضان، وهنضمن ان احنا هندخل رمضان ونطلع منه بجسم صحي وبحياة افضل. متشكرة ان انتوا بتسمعوني، واسفة لو طولت عليكم، متشكرة على وقتكم.